السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الزمالك في قلبي مع إسلام أبو مازن. أهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم يا زملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم. فضلا وليس أمرا، دوس لايك نبدأ أخبارنا النهاردة. وتعالوا سريعا نشوف موعد مباراة نادي الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا. إن شاء الله تم تحديده. المباراة يوم الثلاثاء القادم بمشيئة الله تعالى على استاد برج العرب الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. 9 مساء. كل التوفيق وكل الدعم لنادي الزمالك. يوم الثلاثاء القادم هيبقى موافق 7 مارس. الحكم اللي هيحكم المباراة هو حكم كاميروني. حكم كاميروني يعني ما سمعتش عنه كتير قوي او ما شفتوش كتير او مش من الحكام المشهورين. هو حكم يعني اسمه نجوا بليز، نجوا بليز، حاجه زي كده يعني نجوا بليز. الحكم ده مش من المشهورين، بس نتمنى يكون موفق في المباراة إن شاء الله. كمان نادي الزمالك طلب إن هو يحضر 20,000 متفرج لاستاد برج العرب. نتمنى إنهم يحضروا. العدد مش كبير قوي وبنلعب في برج العرب كمان مش في القاهرة، يعني خلوها تمشي ومشوا وخلوها 20,000 متفرج عشان خاطر دعم الفريق ودعم اللاعبين. ده دور كل الزملكاوية المخلصين. تعالوا بقى نشوف الدنيا ماشية ازاي. قبل موقعة لقاء نادي بيراميدز، الزمالك بقى هيلاعب نادي بيراميدز امتى؟ بكره الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ان شاء الله على استاد الدفاع الجوي. بتلعب مباراة صعبة يوم الجمعة وبعدها هتلعب الثلاث عادي. يعني عشان اللي يقول لك اجل لنا مبارياتنا والكلام دوت واحنا والمقاولين والكلام دوت، احنا مش بتأجل لنا حاجة. كنت قلت لكم ان الحكم اللي هيحكم مباراة نادي بيراميدز الى الان لم يتم تحديده، بس قلت لكم كان في 3 مترشحين، في محمد عادل، في محمد الحنفي، في امين عمر، لكن الاقرب، انا بقول لكم الاقرب واللي احتمال يتم الاعلان عنه اليوم هو محمد عادل. انا بقول لكم الاقرب مش اكيد، لكن انا بعرفكم الدنيا ماشيه ازاي والاخبار ماشيه ازاي. فيريرا اتكلم مع اللاعبين اليوم وقال لهم ان المباراه دي مباراه استعاده المنافسه على لقب الدوري، لان احنا كمان هنكسب منافس لينا، منافس مباشر، فبيطالبهم ببذل اقصى مجهود. انا عارف ان انتم زعلانين من فيريرا جدا وانا زعلان منه، بس لعله خير. كمان الحمد لله إدارة نادي الزمالك قررت إن هي تدفع أو دفعت خلاص جزء كبير من مستحقات الفندق اللي نادي الزمالك بينزل فيه في المعسكر المغلق. على فكرة الفندق ده مش لكرة القدم بس، أوقات بيبقى كمان للألعاب الأخرى. نادي الزمالك الحمد لله دفع مستحقات كتير جدا ليهم في ظل الأزمات التي تتراكم على نادي الزمالك. لكن خلاص كده أوكي، مفيش مشاكل عند الفندق واللعيبة هتدخل الفندق عادي جدا جدا، مفيش أي أزمات الحمد لله. كل التوفيق وكل الدعم لنادي الزمالك في هذه المباراه. زي ما قلت لكم محمد صبحي من الوارد جدا ان هو يشارك اساسي، الونش من الوارد ان هو ما يشاركش في المباراه او ما يدخلش القائمه اصلا من اساسه. لكن تعالوا نروح لرساله المستشار مرتضى منصور الهامه جدا. المستشار مرتضى منصور في ظل الازمه اللي هو فيها وفي ظل تعبه وفي ظل مرضه، ربنا يشفيه ويعافيه ويخرج لنا بسلامه الله، امين يا رب العالمين. وجه رساله هامه جدا للاعبي نادي الزمالك بيطالبهم بيها فيها باقصى بذل مجهود، وبيطالبهم بالفوز لاسعاد جمهور نادي الزمالك، وان لعيبه نادي الزمالك ما تفكرش في اي حاجه مهما كانت الظروف، وان كل اي مشاكل عندهم او اي حاجه هتتحل قريبا جدا ان شاء الله. لكن ان هم لازم يفرحوا جمهور نادي الزمالك اللي هو بقاله فتره كبيره جدا ما فرحش. وبيتكلم كمان على اهميه المباراه في موقف الزمالك في بطولة الدوري، وانها مباراة مهمة قبل مباراة نادي الترجي التونسي. كمان شاغل باله بالفريق حتى في عز الازمات وفي وقت صعب جدا هو بيمر بيه. ربنا يصلح لك الحال وان شاء الله منتظرينك. وزي ما اتكلمنا في حلقة امبارح كل الامور بتسير بخير ان شاء الله في اتجاه المستشار مرتضى منصور ولعودته مرة اخرى لقيادة نادي الزمالك ورئاسة نادي الزمالك. طيب تعالوا ندخل على خبر مهم معانا تداوله بعض الناس لازم نتكلم فيه. انا عن نفسي قبل اي مباراه مهمه بلاش اتكلم في تغيير مدرب. يعني في كلام بيقال ان فيريرا قدامه المباراتين دول وبنسبه كبيره ممكن يمشي من الزمالك، وارد وممكن يحصل لو حصل لا قدر الله تعثر.
لكن قبل المباراه ينفع اتكلم في الكلام ده؟ يعني احمد حسن لاعب النادي الاهلي السابق منزل على صفحته بيقول ان احد الوكلاء عرض على نادي الزمالك مين؟ باتريس كارتيرون. لا، انا بقى بقول لك لا، انا مش عايز كارتيرون، ولا احنا عايزين كارتيرون، ولا الزملكاويه عايزين كارتيرون. ولو تفتكروا لما قلت لكم ان تمت اقاله كارتيرون من نادي الاتفاق السعودي، قلت لكم الا كارتيرون، مش عايزين كارتيرون. فيجي يلف واحد ويقول لك اصله معروض، اصل وكيله جايبه، اصل بسعر كويس، ملناش دعوه وملناش فيه. حتى كمان في احد المواقع، والمواقع بدات تكتب ان خليفه فيريرا في الزمالك، انا مش انا اللي بقول، والخبر متداول، يعني انا مش بجيب لك حاجه مستخبيه، ان خالد جلال هو اللي هيبقى البديل، وان المستشار كان مكلمه قبل كده. يا جماعه الخير ده مش وقته، خلونا نعدي المباراتين على خير، ما يمكن ربنا كاتب لنا فيهم الفوز ونفوز والدنيا تبدا تظبط. تعشموا خير وان شاء الله خير، وباذن الله نفرح كلنا، امين يا رب العالمين. بصوا، اصل انت يعني شئت ام ابيت، انت كزملكاوي ما عليك الا الدعم. كسبانين خسرانين هتدعم، لان الزمالك في دمنا كلنا وفي قلبنا، عشان الزمالك حبه في قلبنا. طيب تعالوا بقى نتكلم على خبر مهم جدا اتكلم فيه مهيب عبد الهادي امبارح. اتكلم وقال ان اداره نادي بيراميدز دخلت في مفاوضات قويه جدا مع لاعب نادي الزمالك سيف فاروق جعفر. سيف فاروق جعفر اللي الكابتن فاروق جعفر قال ان هو مكمل داخل نادي الزمالك، ومساله التجديد مش شغلهم دلوقتي، لان هو ابن نادي الزمالك، وده اللي المفروض يتقال. لكن سواء ده حصل، وانا اثق ان هو فعلا حصل، وانهم عايزين سيف فاروق جعفر، خاصه انه هيبقى فري، بنطالب اداره نادي الزمالك انها تجدد اللاعب هو ويوسف اسامه نبيه رغم الازمات اللي احنا فيها. يعني انا عارف ان انتم مش فايقين دلوقتي وان الدنيا مش متظبطه، لكن لازم نحاول نفصل وما نسيبش سيف فاروق جعفر او يوسف اسامه نبيه يروحوا من ايدينا. يا ريت حد يقعد معاهم، حد يتكلم معاهم، عشان خاطر ان احنا نقدر نجدد لهم. ما ينفعش ان احنا نسيبهم ونسيب الدنيا عايمه كده لحد ما يجي حد يلعب في دماغهم او يغريهم بالمال. فاتمنى في اسرع وقت ممكن التجديد ليهم، وخاصه انهم اولاد نادي الزمالك، وهم من جانبهم هم كمان لازم يرفضوا اي عروض تجيلهم، لانهم كده في الاول وفي الاخر ولاد الزمالك ومكملين داخل النادي. طيب، كان في حد بيتكلم معانا وبنسال كلنا، هل يا ترى عقوبه كهربا لما غلط في نادي الزمالك في مباراه الزمالك والاهلي، هل يا ترى عقوبته هتتعمل فيها ايه؟ لجنه الانضباط قررت ايه؟ الى الان لجنه الانضباط بتقول ان احنا بندرس وبنشوف وبنسمع الجميع، والمستشار القانوني من نادي الزمالك جه اتكلم معانا، واحنا لسه بنتداول وشغالين مداولات وشغالين مش عارف ايه وكلام كتير من هذا القبيل. هو الموضوع مستاهل مداولات وان انت تسال وان انت تجيب مستشار قانوني؟ ده الكلام كان على عينك يا تاجر، ده الكلام كان على مرأى ومسمع الجميع. يعني هي مش مستاهله. يعني العقوبه لغايه النهارده اصلا ما نزلتش، هو تقريبا كده شكلها مش هيبقى فيه عقوبه. بس هل ده يصح؟ هو احنا بقينا في زمن ان اللي يشتم واللي يطلع يقول كلام خارج في قلب الملعب إيه ما يتعملوش حاجه؟ ده قبل كده عمرو زكي اتوقف بالشفايف، امام عاشور اتوقف بعد ما خلصت المباراه في اوض غرف خلع الملابس بكاميرات اصلا المفروض ما تطلعش، بكاميرات اصلا كانت متعلقه في اوض غرف خلع الملابس. ولا شيكابالا اللي ياما اتهان وتوقف، اشمعنى ده؟ فانا مش عارف ليه الى الان في تعنت كبير جدا في موضوع ان كهربا يتوقف، لان ده حقنا كجمهور نادي الزمالك بنطالب بيه. طيب، مصطفى كيجو، ان كابتن احمد مرعي قال ان مصطفى كيجو لما مشي من نادي الزمالك وانه قال له الباب يفوت جمل، قال له كده لما لقى مستواه بدا ينزل وبدا يبقى مش في باله، وانه مش حاطط في باله المباريات. مصطفى كيجو لاعب نادي الزمالك لكره السله. مصطفى كيجو كان في حوار تلفزيوني المستضيفين بيكلموه، قال انا ما مشيتش غير لما فاض بيا، وكان ليا فلوس واسال على الفلوس اسال على الفلوس، مفيش فلوس. ده الكلام اللي هو بيقوله. ماشي يا سيدي، ليك فلوس وانت محقوق، وقال لك جالي عقد اعاره، قلت له عاوز اطلع اعاره، قال لك لا اتنازل عن مستحقاتك. لا، صعب مش هتنازل عن مستحقاتي. برضه حقه، هو حقه. لكن اللي مش حقه بقى، بما انك زملكاوي وابن نادي الزمالك، هل سأل سؤال، هل ممكن تلعب في النادي الاهلي؟ قال السؤال ده سابق لاوانه وكل شيء جايز. يعني على فكره انا والله العظيم ما بعتبره زملكاوي اللي لعب في الزمالك ويروح اهلي، حتى لو هو ابا عن جد مثلا في الزمالك. ده مش زملكاوي. ما تقوليش احتراف روح نادي بيراميدز، احتراف اطلع اوروبا، احتراف اطلع اسيا، لكن تروح للمنافس المباشر بتاعي
وتقول لي اصل انا زملكاوي. لا، انت ما كنتش زملكاوي، وساعتها هقول لك الحمد لله انت مشيت. الكلام ده بينطبق على اي لاعب مهما كانت الظروف، سواء في كرة يد، كرة قدم، كرة سلة، الكلام ده كله. بس دي كل الحكاية وكل الرواية. قدامكم أمثلة كتير زي طارق السعيد وزي رضا عبد العال وزي ناس كتير مشيت من هنا لهنا واتنست في طي النسيان، وزي مجدي طلبة وناس كتير قوي قوي. ايه تاني معانا في الاخبار؟ وكارترون بيفكر في ايه؟ كارترون بيفكر ان هو زي ما قلت لكم يبدا باشرف روق، او ممكن يبدا بمحمد صبحي، والمفاجاه الكبيره ان هو ناوي يرجع مصطفى شلبي لقائمه نادي الزمالك. بس هل يا ترى هيبقى على الدكه ولا اساسي؟ ده لسه اللي هيقرره فيريرا مش كارترون. واوعوا كارترون، مش عاوزين نرجع كارترون مهما كانت الظروف، حتى لو فيريرا هيمشي. طيب تعالوا ندخل على التشكيل المتوقع كده ان شاء الله. ولسه القائمه ما نزلتش طبعا، وان شاء الله خلال ساعات هتنزل قليله، وباذن الله هنطلع نتكلم فيها. لكن التشكيل المتوقع والاقرب، خلينا نقول محمد صبحي في حراسه المرمى، قدامه كل من محمد عبد الغني وحمزه المسلوسي وحسام عبد المجيد واحمد ابو الفتوح او احمد فتوح، وكمان هيبقى متواجد السيد نيمار. قدامهم كل من اشرف روقه ونبيل عماد دونجا، دول بقى في قلب الدايره. في الهجوم احمد سيد زيزو او احمد مصطفى زيزو، وخلونا نقول مصطفى شلبي، وخلونا نقول سيف الدين الجزيري. بس والنبي ما عندكش حد غير سيف الدين الجزيري يا اخي. يا اخي طب ادي فرصه. مش بس سامسون ايكونورا في الماتش ده مش هينفع نبدا بيه اساسي. وهو طب ممكن تلعب ناصر منسي؟ طب هل ناصر منسي يا عم الحاج؟ طيب هل ممكن بقى، انا بقول لك حاجه، مصطفى شلبي او احمد بالحاج؟ نقول تاني، مصطفى شلبي او احمد بالحاج. يعني احمد سيد زيزو واحمد بالحاج، ومثلا سيف الجزيري. احمد بالحاج، احمد سيد زيزو او احمد مصطفى زيزو ومصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري. يعني يا مصطفى شلبي يا احمد بالحاج. لكن نفسي ندي فرصه لناصر منسي اساسي في المباراه دي. ناصر عنده خبرات كبيره جدا في الدوري المصري. ناصر منسي اداؤه مش وحش، ومش هيكون اسوأ من اداء سيف الدين الجزيري اللي بنشوفه بقالنا مباريات كثيره جدا. دي كانت كل الاخبار اللي معانا، ويا رب انصرنا. مباراه هامه، وباذن الله نادي الزمالك يحصد الثلاث نقاط هيفرقوا معاه جدا في مشوار الدوري، وهتبقى يعني اندفاع جامد. طيب عايز اقول لكم كمان ان النادي الاهلي مش احسن حال، عنده اصابات كتير. عنده حسين الشحات مش هيلحق مباراه القطن الكاميروني وصن داونز. احمد عبد القادر بن او لا، عمرو السوليه مش هيلحق القطن الكاميروني. محمود المتولي مش هيلحق القطن الكاميروني. عندهم اصابات. لكن ايه اللي خلاك تفتح موضوع النادي الاهلي؟ عايز اقول لك حاجه صغيره. اداره النادي الاهلي وسيد عبد الحفيظ بيتدخلوا لمشاركه ايمن اشرف في المباريات القادمه، وخاصه برضو ان اللاعب بدا يلعب على كارت الزمالك. بس انا عايز اقول كلمتين، مش كل واحد اتركن ومش بيلعب في الاهلي يحط كارت الزمالك قدامه. الزمالك مش هيتعاقد حاليا مع اي لاعب من النادي الاهلي. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.